أهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. في الحلقة بتاعتنا النهاردة يا جماعة احنا بنتكلم عن أقدم مكتبة في العالم. تخيلوا يا جماعة ان أقدم مكتبة في العالم بترجع لزمن المصريين القدماء. أيوة زي ما بقولكوا كده. طب يا ترى هي كانت بترجع لملك ولا الأمير؟ في الحقيقة هي ما كانتش لا بترجع للملك ولا الأمير، هي كانت بتنسب لإحدى زوجات الملوك، واللي بتكون الملكة تي، إحدى زوجات الملك أمنحتب الثالث. طب وعرفنا منين أقدم مكتبة دي؟ برضو من خلال بعض المقتنيات الثمينة اللي بتخص الملكة، واللي هو عبارة عن غطاء صغير مصنوع من الطين المحروق المطلي، واللي بيبدو إن كان بيستعان بيه لتغطية علبة بتحتوي على بعض أوراق البردي بمكتبة الملكة تي. والغطاء ده بيحمل اسم وألقاب الملكة، كما بيتضمن كمان عنوان أوراق البردي الملفوفة بشكل اسطواني والمحفوظة بداخل العلبة. والعنوان المدون على الغطاء ده هو كتاب الجميزة الرقيقة. ربما تضمن الكتاب ده ترانيم الحب اللي وصل لنا بعد بقاياها، وربما كان بيتضمن عن بعض الدراسات في علم النبات. لكن مما لا شك فيه إن الغطاء المحوري الصغير ده بيعد في حد ذاته أول مكتبة وجدت في العالم كله. يعني أقدم مكتبة دي كانت كده بترجع لزمن الأسرة ال18 من عصر المصريين القدماء. وما لا شك فيه إن كمان هذا الإثبات والدليل الثقافي النادر الثمين ده قد وصل لنا من نفس الجناح الخاص بزوجة الملك أمنحتب الثالث الحبيبة والمقربة إلى قلبه. وبالمناسبة بما إننا بنتكلم عن الملك أمنحتب الثالث، فممكن نضيف معلومة صغنونة، وهي إن الملك أمنحتب الثالث جعل من إحدى بناته الكبرى زوجة ملكية تانية خاصة بيه غير الملكة تي، وبنته دي كان اسمها سات أمون. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله مع رونيتا بموضوع جديد بمعلومة جديدة. سلام.